بيبدأ الفيلم في ولاية تكساس، وبيكون في واحد اسمه مات مسافر مع مراته راشيل، وبتكون راشيل مراته حامل وعاوزة تولد عند أمه في مدينة كانيون. وأثناء ما هو سايق بالعربية بيلاقي الطريق الرئيسي مقفول، فبيضطر إن هو يمشي من طريق مختصر، ولكن فجأة بيفقد تركيزه وبيعمل حادثة وهو على الطريق. ومن حسن الحظ ما بيحصلوش أي حاجة هو ومراته راشيل، ولما بيحاول مات يصلح العربية بيفشل والعربية بتعطل تماما. وبيتفاجئ كمان إن مفيش أي شبكة في المكان اللي هم فيه، فبيطلع على الشجر علشان يحاول يلقط شبكة ويكلم حد يجي يساعدهم، ولكن للأسف بيلاقي مفيش شبكة لأنهم موجودين في منطقة غابات ومحدش بيعيش فيها. وبالصدفة بيلاقي مات إن في مزرعة قريبة من المكان اللي هم فيه، فبيقرر ياخد راشيل ويروحوا هناك على أمل إنهم يلاقوا حد يساعدهم. وفي طريقهم بيلاقوا يافطة بتحذر إن محدش يقرب من المزرعة لأن هي ملكية خاصة، ولكن بيتجاهلوا اليافطة دي وبيكملوا طريقهم للمزرعة. وأول ما بيوصلوا بيجي بوب صاحب المزرعة وبيكلمهم بأسلوب وحش جدا وبيأمرهم يمشوا بسرعة. فبيحاول مات يشرح له موقفهم وبيطلب منه يساعدهم ويوصلهم لمدينة كانيون لأن عربيتهم اتعطلت على الطريق ومش هيعرفوا يروحوا لهناك ماشي لأن المسافة ما بينهم وبين المدينة حوالي 100 كيلو. ولكن برضه بوب بيرفض يساعدهم، ولما بيشوف راشيل وهي حامل بيغير موقفه ناحيتهم وبيسألهم عن الطفل اللي في بطنها ولد ولا بنت. فبتقول له راشيل إن هي حامل في ولد وبتترجاه يساعدهم لأن هي مش هتقدر تمشي لحد المدينة على رجليها. فبيقرر بوب يساعدهم وبيكلم مراته أجنيس على اللاسلكي وبيقول لها إن هو معاه ضيوف، فبتتجاهله وبتكون مش مهتمة بالموضوع. ولكن بمجرد ما بتعرف إن راشيل حامل بتقول له يجيبهم على البيت بسرعة، فبيطلب منهم بوب يركبوا العربية علشان يستضيفهم في بيته لحد الصبح وبيطمنهم إن هو يوصلهم للمدينة تاني يوم. ولما بيركبوا العربية راشيل بتشوف بنت واقفة بعيد وبتكون مستغربة إن بوب ومراته أجنيس عايشين في المكان ده لأن هي منطقة غابات ومحدش بيعيش فيها خالص. وبعد ما بيوصلوا للبيت بتستقبلهم أجنيس وولادها ديفيد ولوك، وبيكون واضح عليها إن هي مهتمة جدا بالطفل اللي في بطن راشيل، فبتاخدها هي وجوزها مات للبيت وبتقعدهم في أوضة علشان يستريحوا فيها، وبتقول لهم إن هي هتنادي عليهم كمان ساعة علشان يتغدوا مع عيلتها. وبمجرد ما بتخرج أجنيس من الأوضة بتتريق راشيل على لبسها وبتقول لمات إنهم لازم يسافروا للمدينة بكرة لأن هي حامل في الشهر الثامن وممكن تولد في أي لحظة. وفي الوقت ده بتكون أجنيس واقفة قدام الأوضة وبتتصنت عليهم وهم بيتكلموا، وبيكون واضح عليها إن هي بتخطط لحاجة. وبعد شوية بتفتح راشيل الشباك علشان تشم هوا، وفجأة بتشوف نفس البنت اللي شافتها قبل كده وهي راكبة العربية. وأول ما بيبص مات من الشباك بتختفي البنت تماما، وبتنادي عليهم أجنيس علشان ينزلوا يتغدوا مع عيلتها، فبينزلوا يتغدوا معاهم. وبالصدفة راشيل بتشوف صورة البنت اللي شافتها من شوية مع أجنيس، فبتسألها عن هويتها، فبتقول لها إن دي بنتها لويس واتبنتها من 3 سنين علشان أهلها الحقيقيين كانوا مرضى نفسيين وطول الوقت بيضربوها. وبتعرفها أجنيس إن هي ما بتخلفش وإنه لوك وديفيد يبقوا أولادها برضه بالتبني، ولكن بتحبهم كأنهم أولادها الحقيقيين. وأثناء ما هم بيتكلم لوك عن نفسه وبيقول إن هو بيحب عيلته جدا ولكن نفسه يشوف المدينة لأنه هو اتربى في المزرعة طول عمره وعمره ما اختلط بالناس أبدا. فبيزعق له بوب أبوه وبيحذره ما يتكلمش عن المدينة مرة تانية لأن هو بيعتبر كل سكان المدينة مرضى نفسيين ومحتاجين يتعالجوا. وبعدها راشيل بترجع الأوضة هي وجوزها مات، وبتقول له إنهم لازم يمشوا تاني يوم لأن هي قلقانة من أجنيس وجوزها وحاسة إنهم مش طبيعيين، خصوصا لأنهم موافقوش يساعدوهم غير لما عرفوا إن هي حامل. وبتعرفوا إن هي شافت بنتهم لويس مرتين ومستغربة جدا إن هي ما جاتش قعدت معاهم تتغدى على السفرة. فبيحاول مات يهديها وبيوعدها إنهم هيمشوا بكرة الصبح. وفجأة بيحس إن في حد بيتجسس عليهم بره الأوضة، ولكنه بمجرد ما بيفتح الباب ما بيلاقيش حد. ولما بينام وبتحلم راشيل إن هي لوحدها في الأوضة، وفجأة بتشوف لويس وهي قاعدة بتعيط وأهلها بيكونوا ميتين قدامها، وبتوجه لها الكلام وبتقول لها إن اسمها الحقيقي مش لويس. فبتصحى راشيل من الحلم وهي مفزوعة وبتقول لمات إن لويس اسمها الحقيقي إيلي، وإن هي بنت مخطوفة من 3 شهور وأهلها اختفوا في ظروف غامضة، وإن كل وسائل الإعلام كانوا بيتكلموا عليهم وبيعرفوا إن أكيد أجنيس وبوب هم اللي خطفوا البنت دي وقتلوا عيلتها، وعلى الأرجح عاوزين يقتلوهم هم كمان بعد ما ياخدوا الطفل اللي في بطنها، علشان كده لازم يهربوا من المكان ده فورا لأن حياتهم في خطر. فبيحاول مات يهديها وبيقول لها إن هو مش هيسمح لحد إنه يأذيها وبيفهمها إن ده مجرد كابوس مش أكتر. فبتصمم راشيل على رأيها وبيخرجوا هما الاتنين من الأوضة بكل هدوء علشان يهربوا من البيت من غير ما حد يحس بيهم، لكن للأسف بيلاقوا الباب مقفول. فبيحاول مات ياخد المفتاح من جنبه ولسوء الحظ بيقع منه المفتاح وبيسمعهم بوب
وبيعرف انهم عاوزين يهربوا، فبيرتبك مات وبعدين بيشكروا على حسن ضيافته ليهم وبيقولوا انهم لازم يمشوا فورا. واول ما بيخرجوا من البيت بيلاقوا لوك وديفيد ماسكين سلاح وبيهددوهم بالقتل لو ما دخلوش البيت، فبتكذب عليهم راشيل علشان يسيبوهم يمشوا وبتقول لهم ان هي بعتت رساله لاهلها دلوقتي وهم عارفين مكانها. وقبل ما تكمل كلامها بيهجم ديفيد على جوزها مات وبيضربه بالسلاح على دماغه وبيحقنوا ديفيد بمخدر علشان يتاكد ان هو مش هيقاومه. فبتحاول راشيل تدافع عن جوزها ولكن بوب بيضربها على دماغها هي كمان وبيفقدها الوعي. وبعد شويه بتفوق راشيل وبتلاقي نفسها مربوطه على السرير وبتتكلم معاها اجنيس بكل برود وبتقول لها ان هي مش هتقتلها غير لما تاخد الطفله اللي في بطنها. فبتتفزع هنا راشيل وبتنادي على جوزها مات وبتتصدم اول ما اجنيس بتقول لها انهم قتلوه. وفي الوقت ده بيكون ديفيد ولوك في الغابه وبيحفروا حفره كبيره علشان يدفنوا مات، ولكن بيكون مات لسه عايش. فبيحس لوك بالذنب بسبب اللي بيعمله وبيقول لديفيد اخوه ان اكيد اهلهم الحقيقيين ماتوا بنفس الطريقه البشعه دي. فبيتعصب ديفيد وبيقول له ان والده بوب لو عرف ان هو قال الكلام ده هيعاقبه وكمان ممكن يحبسه في المخزن لمده شهر. وبعدها بيتعاونوا هما الاتنين مع بعض وبيقلعوا مات هدومه وبيحطوه في تابوت وبيرموا معاه الولاعه بتاعته وبيدفنوه وهو حي. وبنروح بعد كده راشيل وبتكون محبوسه في الاوضه وبتتألم بسبب ان هي حاسه انها هتولد، فبتحاول اجنيس تساعدها في الولاده. وبعد لحظات بتولد راشيل ولكنها بتكون بنت، فبتقول لها اجنيس ان هي كانت عاوزه ولد وبتعرفها ان هي تقتل الطفله دي بعد ما تتم ال5 سنين لان هي ما بتربيش بنات. فبتنهار راشيل من خوفها على بنتها. واول ما بتلاقي اجنيس خرجت من الاوضه بتفك الحبل اللي في ايديها بسرعه وبتاخد الصليب اللي على الحيطه وبتخبيه جنبها على السرير علشان تدافع بيه عن نفسها وترجع بنتها اللي اتخطفت. ولما بترجع اجنيس بتحاول تستفزها بالكلام وبتقول لها ان هي رجعت في كلامها وقررت ان هي ما تقتلش الطفله وان هي خلاص هتربيها لحد ما تكبر. فبتتعصب راشيل وبتضربها بالصليب على دماغها. وقبل ما تخرج من الاوضه بيمسكها ديفيد وبيجي باقي افراد العصابه وبيربطوها في السرير مره تانية. فبتسالهم راشيل ليه بيعملوا فيها كده مع ان هي ما اذتهمش. فبتقول لها اجنيس انهم عيله متدينه وبيخطفوا الاطفال دول علشان يربوهم ويطهروهم من العالم الخارجي اللي مليان اباحيه وعبد التماثيل واصنام. وبتعرفها انهم مقتنعين باللي بيعملوا جدا وشايفين ان هم بيعملوا خير للبشريه. فبتتجاهل راشيل كلامها وبتحاول تقنع ديفيد ولوك انهم يساعدوها وبتقول لهم ان الكتاب المقدس حرم القتل ومع ذلك اجنيس قتلت عيلتهم الحقيقيه، وده يثبت لهم ان هي مش مؤمنه زي ما هي بتقول لهم وان هي مختله عقليا وممكن تقتلهم هم كمان في اي وقت. وقبل ما تكمل كلامها بتأمرهم اجنيس انهم ينقلوها للمخزن ويربطوها هناك علشان يخلوها ترضع بنتها. وبيقرروا انهم يقتلوها ويتخلصوا منها بعد ما يتاكدوا ان بنتها تمت السنتين وان هي خلاص مش هتكون محتاجه للرضاعه. وفي اللحظه دي بيفوق مات وبيتفاجئ ان هو محبوس في تابوت تحت الارض وبيلاقي جنبه الولاعه بتاعته. فبيحاول يكسر التابوت بكل قوته لحد ما بيطلع من الحفره وبيلاقي نفسه في الغابه. وتاني يوم بتحاول راشيل تكسر السلاسل اللي مربوطه بيها علشان تنقذ بنتها وتاخدها وتهرب، ولكنها بتلاقيها متينه جدا ومش بتتكسر. فبتفضل تعيط لان هي مش قادره تعمل حاجه وبتكون حاسه جدا في اللحظه دي بالعجز. فبتيجي إيلي البنت اللي حلمت بيها وبتجيب لها اكل وميه وبيكون واضح عليها ان هي عاوزه تساعدها ولكنها متردده. فبتطلب منها راشيل تفك السلاسل اللي هي مربوطه بيها وبتفكرها ان اجنيس وجوزها بوب هم اللي قتلوا اهلها، ولكن إيلي بتتجاهل كلامها وبتمشي من غير ما تتكلم. وبنرجع تاني لمات وهو في الغابه وبيكون بيدور على اي حد يساعده لحد ما بيلاقي 2 قاعدين لوحدهم. فبيحكي لهم ان في عيله خطفوه هو ومراته ودفنوه وهو حي. فبيسخروا من كلامه وبيكونوا فاكرينه سكران. فبيفضل مات يترجاهم انهم يساعدوه ويدوله موبايل علشان يكلم الشرطه وينقذ مراته وبنته، ولكن بيرفضوا يساعدوه وبيقولوا له انهم مش مهتمين بقصته هو ومراته وبيعرفوه ان اقرب مكان ممكن يلاقي فيه عربيه على بعد 30 كيلو. فبيتعصب مات وبيهجم عليهم هما الاتنين وبيضربهم وبعدها بيربطهم في الشجره وبياخد لبس من واحد فيهم وبيقول لهم ان هو هيفكهم بشرط واحد واللي هو انهم يقولوا له على الطريق اللي يوصله لمزرعه بوب. ولما بيعرف منهم مكان المزرعه بيرمي لهم سكينه علشان يفكوا الحبل وبيسيبهم بعد كده وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون اجنيس في اوضتها وبتحاول تنيم بنت راشيل اللي خطفتها. فبيجي ولادها ديفيد ولوك وبيعرضوا عليها انهم يعتدوا على راشيل علشان يخلفوا منها ولد زي ما كانت هي عايزه. فبتنفعل عليهم وبتقول لهم ان الزنا حرام في الكتاب المقدس وبتطردهم من الاوضه. فبيتضايقوا من كلامها وبيتكلموا مع بعض على انفراد وبيقرروا ان هم يروحوا المخزن ويعتدوا على راشيل قبل ما والدتهم تعرف. وفي الوقت ده بيوصل مات للمزرعه وبتشاور له إيلي على مكان المخزن اللي مراته راشيل محبوسه فيه. ولما بيدخل ديفيد ولوك للمخزن بيحاولوا يعتدوا على راشيل. فبيجي مات وبيضربهم بحديده على دماغهم وبيقتلهم هما الاتنين. فبتنهار راشيل وبتقول له ان اجنيس وجوزها بوب خطفوا بنتهم
ولازم ينقذوها وبعدين يهربوا. فبيطمنها مات إنهم هينقذوها وبيفكها من السلاسل اللي مربوطة بيها. وأول ما بيخرجوا بيلاقوا بوب في وشهم، فبوب بيضرب نار على مات وبيقتله قدام مراته. فبتنهار راشيل وبتحاول تهرب، ولكن بوب بيضربها على دماغها وبيفقدها الوعي. وتاني يوم بتفوق راشيل وبتلاقي نفسها مربوطة في المخزن تاني، وبتتفاجئ إن إيلي مربوطة جنبها وبتديها مسمار علشان تحاول تفك نفسها وتهرب. فبتاخد راشيل منها المسمار وبتقرر تهرب من المكان ده فورا. وفي الوقت ده بتكون أجنيس مش مصدقة إن ولادها ميتين، وبتفضل تعالج الجروح اللي في وشهم لحد ما بيجي جوزها بوب وبيقول لها إن ولادهم خلاص ماتوا وإنهم لازم يدفنوهم. فبتنهار أجنيس وبتقوله إن هي مش مستوعبة إن ولادها ماتوا وإن هي هتدفن ولادها كمان بنفسها. وبعدها فعلا بتروح تدفنهم هي وجوزها. وبيقرر بوب يرجع البيت وبيسيبها لوحدها علشان تهدي أعصابها. وفي الوقت ده بتقدر راشيل تفك السلاسل اللي على رقبتها هي وإيلي، وبتروح بسرعة على بيت بوب علشان تنقذ بنتها. وأول ما بتدخل الأوضة بتتفاجئ إن بوب رجع البيت مرة تانية، فبتضطر تستخبى في الدولاب هي وإيلي. ولما بيروح بوب المخزن بيكتشف إنهم هربوا، فبيفضل يدور عليهم في كل مكان لحد ما بيدخل البيت وبيلاقي راشيل شايلة بنتها. فبيهددها إن هو هيقتلها لو ما سابتش بنته على السرير، وبيعرفها إن أجنيس لو رجعت البيت وشافتها شايلة الطفلة هتقتلها من غير تفكير. فبتتكلم راشيل معاه بكل هدوء وبتوهمه إن هي معجبة بيه في مقابل إن هو يسيبها تهرب. وبعد تفكير بيوافق بوب وبيسيب البندقية بتاعته. فبتهجم عليه راشيل وبتضربه بالسكينة في بطنه. ولما بتتأكد إن هو مات بتاخد منه الموبايل بتاعه وبتتفاجئ إن فيه شبكة. فبتبعت رسالة صوتية للشرطة وبتعرفهم مكانها، وبتقول لهم إن في عيلة قتلت جوزها وإن هم خاطفينها هي وبنتها الصغيرة. وفجأة هنا بتيجي أجنيس وبتعرف إن هي هربت، وبتشوفها راشيل من الشباك وهي بتقرب ناحية البيت، وبتقرر إن هي تهرب بسرعة. فبتاخد إيلي وبنتها الصغيرة وبتروح تركب عربية بوب علشان يهربوا من المكان. ولكن لسوء الحظ بتلاقي العربية عطلانة، فبتقرر تقتل أجنيس وتتخلص منها. فبتوصي إيلي على بنتها الصغيرة وبعدين بتقول لها تاخدها وتهرب. وبعدها بتاخد راشيل البندقية بتاعت بوب وبتروح تواجه أجنيس، وبيضربوا نار على بعض هما الاتنين لحد ما بتتصاب راشيل في رجليها. فبتستغل أجنيس الفرصة وبتروح ناحية الطفل علشان تاخدها، ولكن راشيل بتمنعها وبتهجم عليها وبتفضل تخبط دماغها لحد ما بتقتلها. وبعد لحظات بتروح تاخد بنتها وبتخرج هي وإيلي من المزرعة. وأخيرا بتوصل الشرطة والإسعاف وبيسألوها عن اللي حصل، فبتقول لهم إن عيلة بوب خطفوها هي وبنتها الصغيرة وقتلوا جوزها. وفجأة بتيجي أجنيس وبتكون لسه عايشة وبتصوب البندقية ناحية راشيل، ولكن لحسن الحظ الشرطة بيشوفوها وبيضربوا عليها نار وبيقتلوها. وبعدها بتكمل راشيل كلامها وبتقول لهم إن إيلي هي كمان اتعرضت للخطف ولحسن الحظ قدرت تنقذها. فبتسألها واحدة من المسعفين عن مكان إيلي، وبتتفاجئ راشيل إن محدش شايف إيلي مع إن هي واقفة جنبها. فبتفهم إن إيلي كانت ميتة أساسا، وطول الوقت ده كانت هي بتتخيلها، وإن هي كانت مدفونة جنب ولاد أجنيس. فبينقلها المسعفين لعربية الإسعاف، وبتكون راشيل حزينة جدا على موت جوزها مات. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.